حياكم الله، أهلا مرحبا بالجميع. سوينا سمبوسة مسخن مرة لذيذة. أنا هذه السنة الثانية اللي أنا سوياه، والشكل يكفي مغري ما شاء الله تبارك الله، غير الطعم، خاصة إذا كانت سمبوسة السويتز الشرايح. نشوف الطريقة. عندي هنا مقلاية زيت زيتون، أحط فيه بصل، وعندي صدور دجاج مقطع مكعبات بهالشكل. أحط بصل كثير، حدود 4 حبات بصل مقطع كذا صغير، أطبخه كذا مع الزيت حدود 3 دقايق، وبعدين أشيل على جنب البصل، أحطه كذا بطبق، وبعدين بنفس المقلاية أشوح صدور الدجاج. هنا البصل حط عليه ملعقة سماق، ونشوح الدجاج، نحط عليه فليفلة وثوم ونقلب. أطبخ الدجاج لحد ما يتسبك، أحط عليه بهار مشكل، بابريكا، كمون، ملح، وأقلبه، خليه يطبخ لحد ما يتسبك، وبعدين أحطه على البصل والسماق. المفروض أني أخليه شوي يبرد لكني مستعجلة. وبكذا أحط عليه عصير ليمون، حدود عصير ليمونة، أحط عليه زيت زيتون، وآخر شيء اللي هو أقلبه كذا بهالطريقة، وآخر شيء اللي هو المكسرات اللي هي صنوبر أو لوز صنوبري محمر، وبعد ما يبرد أحط عليه البقدونس، وآخر حاجة اللي دبس الرمان، وبعدين أقلبه وأصفيه بمصفاية علشان ما يكون فيه موية، وأجهزه للحشوة. عندي هنا سمبوسة سويتز شرايح. أهم شيء يكون عندكم فوطة تفككون الشرايح على طول، تغطونه عشان ما يتقطع معكم، أو أي سمبوسة أنتم معتمدينها، لكن طعم السويتز غير. وبعدين نسوي الطريقة هذه زي الجيب، بحيث أنها تحفظ الحشوة ما تتكبب معنا، وبهالطريقة نلفه بهالشكل. وبالنهاية إذا كانت سويتز سكرونه بالطحين والموية العجين، إذا كانت سمبوسة عادية تسكرونه عادي، تدخلونه بالجيب، وحتى تخلصون الكمية كاملة. إذا حبيتوا تحطونه بصينية تفرزنونه، أو مباشرة تقلونه كذا. إذا حبيتوا تحطونه بصينية، في هنا الرولات الورق الشمعي أو حق الميكروويف والمخبوزات، تعبونه بالفريزر. هنا بزيت حار نقلي السمبوسة، أو فيليبس، أنا أفضل فيليبس، لكن عموما الشباب دائما يحبون المقلي خاصة برمضان. وتمتعوا بألذ طعم كذا ما شاء الله تبارك الله. وكذا ما يبقى التقديم، نقدمه بهالشكل كذا، ونزينه بالرمان والبقدونس، ونحط التغميسة اللي هو دبس الرمان. وبكذا ما شاء الله تبارك الله تمتعوا بألذ طعم، وعليكم بالعافية. لا تنسوني من دعاكم.